اهلا بيكم في الحلقه الثالثه من سلسله حلها في ثواني. والنهارده هنتعلم مع بعض ازاي نجيب حاصل ضرب عددين متشابهين في رقم العشرات ومجموع رقمين الاحاد بتوعهم يساوي 10. وعشان الفكره تبان اكتر تعالوا نشوف مثال. لو افترض ان انا عايز اجيب حاصل ضرب 42 في 48. في الاول هتفتكر ان الموضوع صعب جدا وهياخد وقت كبير جدا عقبال لما اجيبه، لكن معانا خليك فاكر دايما ان الرياضيات ببساطه دايما بيكون اول رقمين بجيبهم عن طريق ان اضرب رقمين الاحاد، يعني 2 في 8 ب 16. طب واللي هنا بضرب ايه الرقم اللي بعد 4؟ 5. اضرب 4 في 5 ب 20، تبقى الاجابه 2016. ناخد مثال تاني عشان الفكره توضح اكتر. لو عايز اضرب 73 في 77 متشابهين في رقم العشرات اللي هو 7 و3 و7 مجموعهم 10. زي ما اتعلمنا اول رقمين هيكونوا 3 في 7 ب 21. طب واللي هنا ايه الرقم اللي بعد 7؟ 8. 8 في 7 ب 56. ناخد مثال تالت. لو عايز اضرب 54 في 56. تمام صح، 4 في 6 ب 24. وايه الرقم اللي بعد 5؟ 6. 5 في 6 ب 30، تبقى الإجابة 3024. في حالة استثنائية في الموضوع ده اللي هي لو رقمين الآحاد 1 و9. عشان الفكرة توضح أكتر تعالوا نشوف. يعني لو أنا عايز أضرب 31 في 39. 1 في 9 ب9. طب الرقم التاني اللي هيتحط هنا ايه؟ احنا قلنا فوق ان اول رقمين بيكون حاصل ضرب رقمين الاحاد. بما ان هنا حاصل ضرب 1 في 9 ورقم 1، يبقى الرقم التاني هيبقى 0 ونكمل القاعدة زي ما هي. ايه الرقم اللي بعد 3؟ 4. 4 في 3 ب 12، تبقى الإجابة 1209. المثال اللي جاي ده ليكم انتوا. عايز اجيب حاصل ضرب 53 في 57 بكام؟ اعمل فولو ولايك وشير لاصحابك عشان يستفادوا.